Приедешь, мы тебя тут встретим. Посмотри, короче, у нас тут есть квартира, у нас все... Короче, все в наших руках. الفيديو اللي قدامكم ده ممكن تشوفوه فيديو عادي، بس اللي مش عادي ان الفيديو ده وراه سر مرعب، وعلشان نعرف القصة بتاعته لازم نرجع بالزمن شوية. وقبل ما نبدأ يا ريت تشتركوا بالقناة وتعملوا لايك علشان ده بيفرق معايا كتير. اللي في الفيديو ده اسمه زيليام باكيف، هو مغني مشهور من جمهورية الشيشان، وزيليام كان بيحب الغنى من صغره، ومن هو صغير صوته كان بيلفت الناس. في سنة 2017 حقق شهرة كبيرة جدا، وقتها كان عمره 25 سنة، وكان حلمه ان هو يوصل للعالمية. بس الأحلام دي دايما ما بتمشيش زي ما الواحد عايز، لأن حياته اتلخبطت في يوم وليلة. لأن في 2017 في شهر أغسطس كان المفروض إن هو يروح حفلة في الموسكو، بس الغريب إن الطيارة بتاعته بتنزل وزيليام ما بيكونش موجود. والغريب إن آخر مرة حد يشوف فيها زيليام كان في اليوم ده، واختفى تماما. فالناس بلغوا الشرطة علشان يتحروا من الأمر، فتليفونه كان مقفول وما كانوش عارفين يوصلوا له. بس وهو رايح للمطار في ناس شافوه، وده بحكم شهرته. والناس دول كان عددهم أكتر من 23 واحد، وتعرفوا عليه ده بحكم شهرته. والشهود كمان قالوا إن هم شافوا ناس مقنعين، وقالوا إن هم طلعوا من العربية بتاعتهم بسرعة وخدوا زيليام وبعدها جريوا. وقالوا عملية الاختطاف كانت سريعة جدا وحصلت في لمح البصر، وكل اللي كانوا واقفين كانوا في مرحلة ذهول، لأن الموضوع حصل بسرعة جدا وقبل ما أي حد يستوعب. يعني مغني مشهور اتخطف قدام الناس وفي عز النهار. والغريب في الموضوع إن الشرطة ما كانتش عارفة تمسك أي دليل، وبعد شهرين من اختفائه بيظهر تاني بالفيديو اللي انتوا شفتوه في الأول. والفيديو ده نزله على اليوتيوب، والقناة نزل عليها فيديوهين بس، وكان بيطمن فيه أهله، وكان بيقول لهم إن هو عايش في ألمانيا، وإن هو ما تعرضش للاختطاف، وقال إن هو مش هيغني تاني للأبد، لأن حياته وهو مغني ما بقاش مرتاح فيها، وكان حاسس بتوتر طول ما هو مغني. والغريبة ان هو في الفيديوهين بيحاول يطمن الناس وبيبان عليه ان هو عادي جدا. Салам алейкум, Ислам. Русь, подержи-ка. Вот так вот. Не закрывай камеру. بس الناس لما راجعوا الفيديو واحدة واحدة اكتشفوا ان في حاجات غريبة في الفيديو. وزي ما قلت لكم في الاول، اللي زيليام قال ان هو قاعد في ألمانيا، والديكور بتاع الأوضة اللي هو فيها ما كانش يتماشى مع الديكور بتاع ألمانيا، وكمان التكييف اللي موجود في الغرفة ما كانش نفس التكييفات اللي بتكون في ألمانيا، وكمان النوافذ ما كانتش نفس النوافذ، وإن التكييفات والديكور بتاع الأوضة اللي هو كان فيها ده بيتماشى مع جمهورية الشيشان. وحاجة تاني أغرب، مشروبات الطاقة اللي كانت قدامه، كان في مشروب اسمه درايف، والمشروب ده ما كانش بيتباع أصلا في ألمانيا، وكان مشهور جدا في جمهورية الشيشان. والدليل الأقوى إن شركة بيبسيكو قالت إن هي ما بتصدرش المشروب ده لألمانيا، والشيء ده بيدل إن هو لسه موجود في الشيشان. وأمه طلعت في لقاء تلفزيوني وقالت إن هو مستحيل يسافر لأي مكان من غير ما يطمنها عليه، وقالت إن هي حاسة إن هو مش بخير، والفيديوهات اللي عملها دي ما كانتش بإرادته، وهي مقتنعة لحد دلوقتي إن ابنها مخطوف ومجبور إن هو يعمل فيديوهات زي كده. وفي احتمال كبير إن الناس اللي اختطفوه هم اللي أجبروه يعمل فيديوهات زي كده. ولحد دلوقتي محدش يعرف مين الناس المقنعين اللي اختطفوه، وإيه السبب أصلا اللي خلاهم يخطفوه. ففي نظريات من هنا ابتدت إن هي تنتشر. قالوا اللي زيليام ممكن يكون دخل في وسط عصابة، أو كان عليه جرايم حب إن هو يخبيها، أو إن هو متورط في شيء كبير عشان كده خطفوه. وفي نهاية الفيديو، لو عجبكم النوع ده من القصص يا ريت تشتركوا بالقناة وتسيبوا لي كومنت ازيكم جميل، ودي فيديوهات تانية أنا برشحها لكم. وما تنسوش تصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام، وسلامات.